كله بيقولك لو عايز تبقى فيلم ميكر شاطر لازم تهتم بالاضاءة بتاعتك، ولكن في الحقيقة لو عايز تبقى فيلم ميكر شاطر لازم تهتم بالشادوز. هشرح لك ليه. انت ككونتنت كريتور شاطر كل اللي انا محتاجه ان انا اشوفك باضاءة واضحة، وده جميل جدا وشيء لذيذ ومش هقولك حاجة عليه. ولكن لو انت عايز تكون فيلم ميكر فانت لازم تفهم ان مش كل حاجة عبارة عن ان انت تزود اضاءة. العكس، انت اغلب الوقت المفروض بتكون مهتم ازاي تتحكم في الاضاءة بتاعتك اكتر، او ازاي تبلوك الاضاءة، لان بنسبة كبيرة السين بتاعك هيكون في حاجات كتير بترفلكت زي حيطة بيضة مثلا عكس الاضاءة، فهتبقى مزودة اضاءة في اللوكيشن انت مش محتاجها. فهنا بيجي دورك في ان انت تبلوك الاضاءة دي وتبقى عارف انت عايز شادوز فين اكتر. عشان كده بقول لك لازم تهتم بالشادوز. واحنا بنعمل ده ليه اصلا؟ مبدئيا عشان الكونتراست بتاعنا يكون واضح في الفيديو، فيديني 3D دايمنشن كده. يعني انا مثلا دلوقتي الاضاءة من الناحية دي ويعتبر بعيدة بشكل ما وجاية واخدة السايد ده كله من وشي، ولكن انا حاطط زي في اللايت خفيف هنا انا ممكن ما استخدموش خالص، ساعتها هكون الاضاءة بالشكل ده. فده زود الكونتراست اكتر. في الافلام اغلب الوقت ممكن يستخدموا سورس اضاءة واحد وبيكون قوي وبيكون في ظهر الشخص، لان هما بيستخدموا دايما الباك لايتنج عشان الموضوع يبقى سينماتيك اكتر والشخصية بتاعتنا تبقى في الشادو. ودي اللي بتنقلنا لنقطة تانية وهي الشادو سايد او الفار سايد لايتنج، وده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي.